المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إثاسميني ترى طوجرة ترى. الضمائر تسباب تشكر. الضمائر في اللغة الشركسية: 1. الضمائر الشخصية المنفصلة، وهي س، و، ت، ش، هر، آخر. وفي الحالة الاسمية وجر يعبر عن الضمير الشخصي الغائب، مفرد، جمع ب آش، أخم، ويكون الفعل متعديا ضمن الجملة. انظر إلى التفاصيل في الجدول أدناه. 2. الضمائر الشخصية المتصلة هي س، ت، و، ش. توجد فقط للمتكلم والمخاطب، أما بالنسبة للغائب كالتالي: في حالة الفعل اللازم وفي أزمنة الماضي والمستقبل لا يوجد ضمير، أما في حالة المضارع فتستخدم كتعبير عن الضمائر الأحرف ما للمفرد والجمع عندما يكون الجذر مؤلفا من مقطع واحد ماشخ، والأحرف ما في حالة الجذر مؤلف من أكثر من مقطع متاق، مفرد وجمع. أما في حالة الفعل المتعدي تستخدم للمفرد الأحرف للماضي والمستقبل، ويا للمضارع، و للجمع ولجميع الأزمنة كتعبير عن الضمائر. يمكن تصريف الضمائر حسب الحالات الاسمية، كما أنها تأتي في الجمل في حالة الفاعل الرفع، وحالة المفعول النصب أو اسم المجرور. جدول يبين الضمائر الشخصية وضمائر الاتصال، وكذلك الضمائر التي تقوم مقام ضمائر الغائب. حالات الاستخدام: الضمائر الشخصية أو ما ينوب عنها: اتصال الضمير مع الفعل في صيغة الماضي، الضمير الشخصي. يستخدم الضمير في حالتي اللازم والمتعدي: س، سشخار، الشخص الأول المتكلم، أنا أكلت. ت، تشخار، الشخص الأول المتكلم، نحن أكلنا. وشخار، الشخص الثاني المخاطب، أنت، أنت أكلت، أكلتِ. ششخار، الشخص الثاني المخاطب، أنتما، أنتم، أنتن، أكلتم، أكلتن. يستخدم الضمير في حالة الفعل اللازم: هار، شخار، الشخص الثالث الغائب المفرد، هو، هي، أكل، أكلت. يستخدم الضمير في حالة الفعل المتعدي: هاش، اشخر، الشخص الثالث الغائب المفرد، هو، هي، أكله، أكلته. يستخدم الضمير في حالة الفعل اللازم: آخر، شخاغخ، الشخص الثالث الغائب الجمع، هم، هن، هما، أكلوا، أكلنا. يستخدم الضمير في حالة الفعل المتعدي: هكما، آشخر، الشخص الثالث الغائب الجمع، هم، هن، هما، أكلوه، أكلنه. 1. الضمائر المتصلة مع أفعال المتعدي واللازم. جدول يبين طريقة كتابة الضمائر عند اتصالها مع الأفعال حسب الأزمنة. مثال: الفعل شخن، شخن. في حالة اللازم: في حالة المتعدي، الضمائر الشخصية: مضارع، ماضي، مستقبل. مضارع، ماضي، مستقبل. س، سشخ، سشخار، سشخشت، سشخ، سشخر، سشخشت. ت، تشخ، تشخار، تشخشت.
تشخ تشخغ تشخشت وشخ وشخاغ وشخشت وشخ بشخغ بشخشت شوشخ شوشخاغ شوشخشت شوشخ شوشخغ شوشخشت ار ماشخ شخاغ شخشت اش يشخ اشخغ اشخشت اخر ماشخخ شخاغخ شخشتخ اخما عاشخ عاشخغ عاشخشت. جدول لأمثلة على طريقة تصريف الفعل ذو الجذر البسيط غير المركب، وذلك حسب الأزمنة في حالة الغائب، المفرد والجمع في حالتي اللازم والمتعدي. المفرد: متعدي لازم. الفعل: مضارع ماضي مستقبل مضارع ماضي مستقبل. ذهاب: يقو هكوغ هكوشت ماقوة قواغة قوشت. كتابة: يتخ اتخغ اتخشت ماتخ تخاغة تخشت. ركض: يتش اتشغ اتششت ماتش تشاغة تششت. في حالة الجمع: متعدي لازم. الفعل: مضارع ماضي مستقبل مضارع ماضي مستقبل. ذهاب: آكو آكوغ آكوشت ماكوخ قواغخ قوشتخ. كتابة: آتخ آتخغ آتخشت ماتخخ تخاغخ تخشتخ. ركض: آتش آتشغ آتششت ماتشخ تشاغخ تششتخ. جدول يبين السوابق واللواحق المستخدمة في تصريف الفعل اللازم والمتعدي في حالة الغائب، المفرد، الجمع، وفي الأزمنة المختلفة. الفعل: الحاضر المستقبل الماضي. فعل لازم مفرد: ما قبحة. شأب شأب. فعل لازم جمع: ما قبحة قبحة خ قبحة خ قبحة خ. فعل متعدي مفرد: ي قبحة قبحة قبحة. فعل متعدي جمع: قبحة قبحة قبحة.